قبل ما ابدا الفيلم حابب اقول لك وحشتني يا صديقي، وبما انك وحشتني فجايب لك فيلم جديد جامد جدا، فيلم سليمان خان المنتظر يا صديقي. عشان تستمتع بالفيلم عايزك تركز معايا، اسمع القصة للنهاية، وبدون ما اطول عليكم صلوا على النبي ويلا بينا نبدا. بيبدا الفيلم على طيارة سفر هندية، بنشوف عيل شمال بنعرف ان اسمه ارجون وبيبتز واحدة بفيديوهات كان مصورها زمان، ورغم انه نجح في ابتزازها فعلا وقرب منها عشان يتحرش بيها لان الست كانت خايفة ابنها يشوف الفيديوهات دي، بس فجأة بيظهر بطلنا سانجاي اللي بيقرر يندم ارجون على اللي راح واللي جاي، ورغم ان ارجون ده المفروض عيل مهم يعني ومعاه الحراس بتوعه، بس سانجاي فتقهم بطوله. وبعد ما ظبط معاهم اللقطة اتكلم مع ارجون، قال له لو فكرت تكرر حاجة زي دي تاني في المرة اللي جاية مش بس هضربك لكني همحيك من على وش الدنيا. بننتقل بالمشهد بعدها عشان نشوف وزير الداخلية الهندي اللي بنعرف ان اسمه برادان، زي ما بنعرف كمان يا صديقي انه يبقى ابو ارجون. بنشوفه وهو بيتكلم مع واحد من المساعدين بتوعه وبيقول له يا ترى رحلة ارجون كانت عاملة ازاي، ويا ترى تابعت كل التفاصيل بتاعت رحلته ولا لا. لما المساعد ده بيقول له ان الامور كلها تمام، وقتها برادان بيتنرفز عليه جدا وبيقول له الواد اتضرب واتهان على الطيارة وانت جاي تقول لي ان كل حاجة كانت تمام، على العموم حسابنا بعدين. بس عشان نخلص من الحوار ده دلوقتي شوف لي المفتش براكاش موجود فين، وايا كانت القضايا اللي هو شغال عليها يسيبها، انا عاوز اللي ضرب ابني يتعمل عبرة للكل. وفعلا يا صديقي بمجرد ما براكاش بيعرف ان برادان مكلفه بالمهمة دي بيتكلم مع ضباطه وبيقول لهم انا مش عاوز الحوار يطول لان الموضوع ده هيبقى فيه ضغط كبير جدا علينا ولازم حق ارجون يجي في اقرب وقت. بيعرفهم بعدها يا صديقي كل البيانات بتاعت سانجاي وبيقول لهم ساعات والاقيه قدامي. بيبدأ بعدها هو بنفسه يشوف تاريخ سانجاي في الإجرام، بيتفاجئ جدا لأنه بيكتشف إن سانجاي سجله حافل وعامل بلاوي، لكن الغريب أكتر هو إنه ما أخدش حكم في أي قضية، وعشان كده براكاش بيقرر يحل اللغز ده وبيروح البيت بتاع سانجاي، وهناك بيكتشف إنه مش موجود. بيقابل مراته راني بيبدأ يتكلم معاها، بيقول لها خلي بالك جوزك بيخبط في الحلل وما كانش ليها لازمة النمرة اللي عملها على الطيارة، وبعدين مش عيب يعني يعمل النمرة دي ويعمل نفسه 100 ذكر في بعض وبعد كده يخلع. ساعتها راني استغربت جدا من كلامه وقالت له خلي بالك هو لا خلع ولا غيره، كل الحكاية انه عرف انك عايزه عشان كده ساب البيت وراح لك على الاسم. وقتها براكاش حس ان وجوده في بيت سانجاي ملوش اي لازمة، عشان كده قرر يروح اسم الشرطة اللي هو شغال فيه. بس قبل ما يخرج من المكان راني اتكلمت معاه وقالت له انا عاوز انصحك نصيحة كده على الماشي، فكك من عربية الشرطة واركب عربيتنا احنا. ساعتها براكاش استغرب جدا، بس لما بص من الشباك عرف سبب النصيحة، وده بعد ما لقى عربيته مش نافعة. اللي كان غريب جدا بالنسبة له هو انه حس ان شعبية سانجاي حاجة فعلا تخوف، حرفيا مفيش واحد في المدينة كلها مش بيحبه. في الوقت اللي براكاش كان مش عارف هيتحرك فيه ازاي، بيتفاجئ بعربية اخر فخامة بتاخده هو وظباطه وبتوديهم على الاسم، وهناك بيشوف سانجاي وهو واخد وضعه على الاخر والكل بيعمل له 1000 حساب. عشان كده براكاش بيحس ان الموضوع مش سهل ابدا. وبعد ما الحوار ده خلص بنشوف سانجاي في يوم راكب العربية مع راني اللي راحت في النوم بعد شوية، وبعدها سانجاي يتفاجئ ان بردان بعت له مجموعة من رجالته عشان يعلموا عليه، بس ولا كان في منه الكلام ده صديقي. بنشوف سانجاي بعد ما نزل من العربية وقال للي خصموا وشكوا في الحيط وقفاكوا ليا، وبعدها قال لهم مش عاوزين صوت بس عشان مراتي نايمة بس، ومسكهم كلهم عجنهم ودغدغ عظمهم. بنعرف بعدها ان مراته مش بتحلم بحاجة معاه غير انهم يخلفوا، وفعلا بعد فترة مش طويلة عرفت فيهم انها حامل. بس المشكلة ان سانجاي كان طول الوقت مشغول لدرجة ان راني ما كانتش لاقية وقت تقول له الخبر ده، حتى لما كانت خلاص هتقول له سانجاي اتفاجئ ان في واحد من اللي شغالين في محجر المتفجرات بتاعه عاوز يتكلم معاه ضروري. وقتها صديقي سانجاي بيسيب راني اللي كانت زعلانة جدا لانها مش عارفة تقول له خبر بالاهمية دي وبيخرج يتكلم مع الشخص اللي شغال عنده. بيبدأ الشخص ده يتكلم معاه وشكله بيبقى خايف جدا، بيقول له انا عملت غلطة كبيرة ومش قادر اسامح نفسي، من كام يوم جالنا واحد كنت فاكره عنده محجر متفجرات زينا، حور عليا وقال لي انه محتاج كمية كبيرة من المتفجرات، وبصراحة طمعني واداني 200,000 روبية وانا اديت له المتفجرات. بس بعدها اكتشفت كارثة، عرفت ان التفجير الارهابي اللي حصل كان بالمتفجرات بتاعتنا. وقتها صديقي سانجاي ما قدرش يمسك نفسه، ضرب الشخص اللي شغال عنده وقال له بسبب طمعك ده ابرياء كتير ماتوا.
بنلاحظ كمان إن راني ورغم زعلها لكنها بتحب جوزها جدا، وعشان كده كانت موجودة معاه في محجر المتفجرات. ورغم إن الحوار عدى على خير، لكن اللي كل محدش خد باله منه هو إن في فتيل متفجرات مولع، وبعد وقت قليل بيحصل انفجار. صحيح ما كانش جامد، لكنه كان كفاية إنه يصيب راني إصابة ولا هي ولا جوزها خدوا بالهم منها في الأول. وبعد ما كل واحد منهم بيروح في طريق، بنعرف إن راني اتنقلت للمستشفى. بنشوف المساعد بتاع سانجاي وهو بيقول له مش عاوزك تقلق من أي حاجة، الحوار بسيط وقريب راني هتخرج. بس بيني وبينك يا صديقي ده ما حصلش. بعد وقت قليل ورغم إن الشظايا اللي أصابت راني كانت بسيطة لكنها ماتت. ومش عايز أقول لك بقى لما ده حصل سانجاي كان حاسس بإيه. حرفيا كل مشاعر الألم اللي ممكن تتخيلها أو حتى ما تتخيلهاش كانت جواه، وبقى حاسس إنه أثر كتير جدا مع مراته. عشان كده شفناه وهو بيتكلم مع المساعد بتاعه وبيقول له أنا ما كانش في حاجة هماني قد شغلي، وفوت من غير ما أقصد التفاصيل اللي كانت هتخلي حياتي فعلا جميلة. كان لازم أدي اهتمام أكتر لراني. دلوقتي هي راحت وأنا واثق إن حياتي من غيرها هتبقى جحيم. بعد فترة من الاكتئاب قرر يسيب عيشة الفخفخينة اللي هو عايشها ويعمل الحاجة اللي تفرحه، اللي هو واثق برضه إنها كانت هتفرح مراته لو لسه موجودة معاه. أول حاجة بيعملها يا صديقي هي إنه بيقرر يتبرع بأعضاء مراته عشان يخلي أشخاص تانيين لسه عايشين حياتهم تبقى أفضل. كان شايف إنه لما يعمل كده هتبقى مراته كأنها عايشة في أجسام تانية. بنعرف إنه مقرر يروح مومباي، وبالتحديد حي فقير جدا فيها. ورغم إنه كان مقرر يروح لوحده، بس لما اتكلم مع المساعد بتاعه وقال له كده، وقتها المساعد قال له إحنا عمرنا ما تخلينا عنك يوم واحد وإنت في حالتك الطبيعية، هنسيبك وإنت في حالة الحزن دي، رجلنا على رجلك في أي مكان تروحه، ولو فاكر إننا موجودين جنبك عشان إنت عايش في قصر فتبقى لسه معرفتناش. ورغم إن سانجاي حتى بعد الكلام ده كان مصمم على الرفض، لكن بعد ما المساعد فضل يزن عليه كتير وافق أخيرا. وعشان كده بعد وقت قليل يا صديقي بنشوفه هو في شوارع مومباي. هناك سانجاي اتأقلم على الأجواء بسرعة، شفناه وهو راكب تاكسي هو ورجالته، وبعد ما السواق وصلهم للحي اللي عاوزين يروحوه سانجاي كان كريم معاه جدا واداله مبلغ خيالي. بينزل يتمشى بعدها في شوارع المدينة يا صديقي، بيستغرب جدا لما بيشوف مجموعة من الأطفال، واحد منهم بيكون حاطط بلاستر على جسمه وواضح إنه عامل عملية من وقت قريب. وقتها سانجاي بيروح يتكلم معاه وبنعرف إن اسمه قمر. بيبدأ سانجاي يقول له طمني عليك، مالك وإيه آثار الجروح دي؟ وقتها قمر بيقول له أنا هحكي لك حكايتي كلها. بعد ما اتولدت بوقت قليل اتحرمت من أبويا وأمي، بعدها اتصبت بمرض نادر جدا في الرئتين لحد ما حد اتبرع لي، وبعد ما عملت العملية الدنيا بقت أحسن. وقتها سانجاي بيكون فرحان جدا، بيتكلم مع قمر وبيقول له صدقني أنا بوعدك إن اللي جاي هيكون أفضل من اللي فات، شوف نفسك في إيه وأنا أعمله لك على طول. بينادي عليهم فعلا يا صديقي، وساعتها بيكبر جدا في عين سانجاي لأنه كان ممكن يستفرد بالخير اللي جاي لوحده، لكنه بص لأصحابه برضه. وبعد ما أصحابه بيظهروا سانجاي بيقرر يعزمهم عزومة كبيرة وبيفرحهم. وبنلاحظ قد ايه يا صديقي هو راضي جدا عن نفسه وعن كل اللي بيعمله خلال الفترة الأخيرة. واللي بيبقى مفرحه أكتر هو إنه متأكد إن راني لو كانت لسه موجودة كان زمانها فرحانة جدا هي كمان. لكن اللي كان غريب جدا بالنسبة لسانجاي هو يا ترى إيه السبب اللي مخلي الحي ده بالذات من مدينة مومباي معظم الناس اللي فيه مرضى بأمراض خطيرة وعدد الوفيات فيه مرتفع جدا. وفي يوم بيوصل لتفسير للحوار، وده يا صديقي لما بيقابل طالبة في كلية الطب وبيسألها عن السبب، بتقول له المشكلة إن المدينة دي بتتعرض لخطر كبير جدا وهو التلوث. بعدها سانجاي بيستفسر أكتر عن الموضوع. الطالبة بتقول له من زمان كان في مول أمريكي مشهور جدا لازم يتبني هنا في مومباي، والمشكلة إن مفيش حد كان راضي يبيع أرضه علشان المول يتبني عليها، وعشان كده في وسيط هندي قرر يتدخل ويخلص من الحوار ده، وبدأ يشتري مساحة كبيرة من الأراضي بمبالغ مغرية. وعلشان يطفش كل اللي حوالين الأراضي دي عمل مقلب زبالة ضخم جدا اترمت فيه كل أنواع النفايات المسرطنة. ساعتها طبعا يا صديقي كل اللي موجودين حوالين المكان بدأوا يخلعوا وباعوا أراضيهم حتى لو بمبلغ قليل. بعد ما المدينة بقى فيها الكمية دي من التلوث الدنيا باظت صحيا فيها، وعدد كبير من الناس مات، ده غير المصابين بأمراض خطيرة. طبعا لما سانجاي سمع الحوار قرر ان هو يهتم بيه وحطه في دماغه عشان يخلص المدينة من الخطر ده. بنسيب المشهد ده وبننتقل بالأحداث بعدها علشان نروح لمستشفى، وهناك بنشوف بنت بنعرف ان اسمها نيشا، زي ما بنعرف كمان انها كانت عاملة عملية زراعة قلب من فترة قريبة. لكن ورغم ان الامور كانت مستقرة بس البنت فجأة تعبت تعب جامد لدرجة ان اهلها افتكروا انها خلاص بتموت. لكن سانجاي بيوصل في الوقت المناسب يا صديقي وبيقرر يعمل اللازم
وبيتصل بمسؤول مهم جدا في الهند وبيقول له أنا عاوز رئيس قسم القلب في أفضل مستشفى هندية، وبنعرف إن اسمه دكتور جون. فعلا دكتور جون بيوصل، سانجاي بيتكلم معاه بيقول له اعمل كل اللي تقدر عليه عشان تنقذها. وبعد وقت دكتور جون بيخرج من الأوضة وبيطمن الكل على نيشا وبيقول لهم إنها تبقى زي الفل. بعد ما سانجاي اطمن عليها قرر يرجع مدينته مرة تانية يريح شوية وبعدين يبقى يجي علشان يشوف القصة بتاعت الوسيط الهندي ده. لكن وهو في الطريق مع رجالته وبعد ما ركبوا التاكسي اتفاجئوا بانهم معديين على مجموعة من الناس متجمعين عشان يسمعوا الخطاب بتاع بردان اللي بنلاحظ ان ابنه ارجون كان موجود معاه. وقتها صديقي سانجاي قرر يطلعوا مسرح وعلشان كده نشر فيديو شمال لارجون كان ماسكه عليه، والفضيحة كانت بجلاجل يا صديقي لان الفيديو اتذاع على الشاشة الرئيسية. وعشان كده برادان فضل يدافع عن ابنه وقال للناس صدقوني كل دي فيديوهات متفبركة معمولة بالذكاء الاصطناعي، ابني أشرف من الشرف. طبعا بعد اللي حصل ده برادان كان متضايق جدا وعلشان كده اتكلم مع ضباطه وقال لهم خلصوا القصة دي دلوقتي. المفاجأة بالنسبة لشرطة مومباي كانت لما عرفوا ان سانجاي موجود في مومباي ومش بعيد عنهم، عشان كده يا صديقي حسوا ان دي فرصتهم وقرروا ما يضيعوهاش وبدأوا يطاردوه. لكن أرجون حس ان ضباط شرطة مومباي مش هيجيبوا من الآخر وقرر انه يتعامل لوحده، ورغم انه كان مؤذي جدا وعمال يرمي ازايز مشتعلة على العربية اللي سانجاي موجود فيها، لكنه بغباوته في الآخر وقع ازازة منهم في العربية اللي هو راكبها والعربية اتقلبت وهو وكل اللي فيها ماتوا. عشان نشوف برادان بعد كده هو بيجيله خبر موت ابنه، وطبعا كان واثق بنسبة تعدي 100% كمان ان اللي قتله هو سانجاي. مش عايز اقول لك بقى ردة فعله كانت عاملة ازاي. اتكلم مع براكاش وقال له شكلك كده فاضي وملكش لازمة، لان قايل لك على الحوار ده من زمان ودلوقتي الولد مات، بوعدك لو اللي عمل العملة دي ما دفعش الثمن هخلص عليك انت بايدي. اما بالنسبة لسانجاي فما كانش شاغل باله بكل اللي حصل، وبنشوفه هو بيتكلم مع رجالته وبيقول لهم اهم حاجة يا رجالة زي ما بدأنا نشتغل بشكل ايجابي هنا في مومباي لازم نكمل، والموضوع ما ينفعش يبقى يومين كده وراحوا لحالهم. في الوقت اللي هو كان بيتكلم معاهم فيه بيتفاجئ باتصال من برادان اللي بيبدأ يتكلم معاه وبيقول له انا عديت لك حاجات كتير لكن توصل بيك انك تقتل ابني فبوعدك انك هتدفع الثمن غالي. ساعتها سانجاي ولا تهز اساسا، اتكلم مع برادان وقال له انا بريء واللي حصل كان مجرد حادثة، وانا مش بقول لك ده علشان ابرر موقفي، عاوز تصدق صدق، مش عاوز تصدق اخبط دماغك في حيطة. بعدها سانجاي بيقرر انه يخلص الحوار بتاع المقلب اللي فيه نفايات مسرطنة، وعلشان كده اخد رجالته كلهم معاه وراحوا على هناك. واصحى معايا بقى عشان احنا داخلين على الاكشن الفتاك، وده لان سانجاي ورجالته بعد ما وصلوا هناك اتفاجئوا بمجموعة من رجالة الوسيط الهندي اللي كانوا عاوزين يعملوا معاهم السليمة، بس ما كانش فيه منه الكلام ده. بنشوف سانجاي وهو حرفيا عادمهم العافية ومد لكل واحد فيهم الكافية، مسكهم كلهم دور فيهم الضرب وعمل منهم كفتة وطرب، وبعد ما ظبط معاهم اللقطة خد رجالته وخلعوا. بس طبعا بعد اللي حصل ده صديقي الاخبار بتوصل لبرادان، وعلشان كده بيتكلم مع رجالته وبيقول لهم خلي بالكوا عيب قوي عليكم يبقى واحد بس هو اللي عمل فيكم كل ده. ورغم ان الضباط بتوع برادان سخنوا جدا بعد الكلمتين اللي سمعوهم دول، لكنهم وبعد ما فتشوا وحاولوا يوصلوا لاي حاجه يمسكوها على سانجاي فشلوا يا صديقي، وعلشان كده قرروا يشوفوا اي سكه شمال. وبالصدفه عرفوا بالحوار بتاع محجر متفجرات اللي حصل زمان، وعلشان كده برادان نفسه جاب الولد بتاع المحجر وفضل يعذب فيه لحد ما خد منه اعتراف ولفق له تهمة لسانجاي، وبالتالي القبض عليه بقت حاجة رسمية. ورغم اننا اعتقدنا ان سانجاي هيبقى مشغول بانه يدافع عن نفسه او على الاقل يزود رجالته عشان يحموه، لكنه اساسا ما كانش سائل في حد. بنشوفه هو مع نيشا وبعد ما اطمن عليها وعرف ان حالتها استقرت اتكلم معاه وقال لها ايه اللي عمل فيكي كده، انت لسه صغيرة وواضح عليك ان صحتك كويسة. ساعتها نيشا قالت له بصراحة كل ده حصل بسبب حبيبي اللي خني وكسر قلبي. بعد ما سانجاي سمع منها قرر يروح لحبيبها يظبط معاه الأداء، دخله الجيم وقال له في بنت انت جرحتها وكسرت قلبها مع انها بتحبك ودلوقتي انا هدفعك الثمن. لكن اللي سانجاي ما كانش واخد باله منه يا صديقي هو ان في واحد من المساعدين بتوع برادان موجود في المكان، وعلشان كده المساعد ده بيقرب من سانجاي وبيقول له فكك علشان دورك جاي، انت اساسا مطلوب القبض عليك وانا اللي اعمل منك بفتيك. لكن سانجاي وبمنتهى الهدوء بيديله رجل بيكسر بيه ازاز الجيم وبيوقعها على العربيه كانت راكنه بره. وبعد ما بيخرج من المكان بيتقابل مع المساعد بتاعه اللي بيقول له انا عاوزك بس تخلي بالك لان اللي اسمه برادان ده عمال ينكش ورانا ومش عاوز يجيبها لبر. قدر يوصل للواد بتاع المحجر وخد منه كلمتين وبيستخدمهم ضدنا.
وبمجرد ما الكلام خلص بينهم يا صديقي، سانجاي ورجالته اتفاجئوا بوصول عدد كبير جدا من ضباط شرطة مومباي اللي كانوا عاوزين يقبضوا على سانجاي. لكننا بنلاحظ قد ايه المساعدين بتوعه رجاله جدا معاه، لدرجه انهم سلموا نفسهم للشرطه بدل سانجاي. اما بالنسبه لبراكاش فبنشوفه وهو بيتكلم مع رجالته وبيقول لهم المره دي عايزين نقبض على سانجاي بتهمه تخليه يقضي باقي عمره في السجن. خلوا بالكم المره دي غير اي مره، لان برادان شخصيا عرض 10 مليون روبيه قصاد القبض على سانجاي. كل واحد بقى يورينا همته، واظن مبلغ زي ده اللي هياخده هيأمن مستقبل عياله. في الوقت اللي براكاش كان بيدور فيه على سانجاي بعد ما يرجع البيت، بيكتشف حاجة خطيرة جدا، وهي ان سانجاي موجود عنده في البيت اساسا. ورغم ان سانجاي عمل معاه الجلاشة، لكن بعد ما مرات براكاش وابنه دخلوا الأوضة، وقتها سانجاي عمل نفسه كأنه صاحبه وبيتكلم معاه عادي. ورغم ان سانجاي عمل حاجات كتير جدا كويسة في المدينة، بس كان متضايق جدا عشان الوفيات لسه عددها كبير برضه، والمرضى عددهم مش بيقل. عشان كده قرر يروح يتقابل مع الوسيط الهندي ويخلص مع الحوار. بيوصل للمكان فعلا، ورغم ان الوسيط كان قاعد في مكانه وحواليه رجالته، لكن سانجاي قعد معاه قعده اخر عوجان وقال له خلي بالك عشان اللي بيجي على السكه بيتهان. انا معايا فلوس تشتري مومباي كلها، ففكك من قلبتي عشان انت مش قدها. دلوقتي رجالتك بيعدوا الفلوس وهتبيع الارض اللي الملك كان هيتبني عليها بمزاجك او غصب عنك. وطبعا يا صديقي بعد دخلة الشبحانه دي الوسيط بيبقى مستغرب جدا، لكن سانجاي بيقول له خلي بالك من نفسك لان المكان حواليك كله متفخخ. فعلا يا صديقي، وبإشارة واحدة منه لرجالته بيحصل انفجار في المكان، وساعتها الوسيط الهندي بيوافق يبيع قبل ما سانجاي يخليه يضيع. وطبعا بعد ما سكان المدينة بيعرفوا ان المدينة خلاص هتنضف، كانوا فرحانين جدا وفضلوا يحتفلوا بسانجاي اللي فعلا غير حياتهم كلها للأفضل. اما بالنسبة لبرادان فكل خبر كان بيجيله عن ان سانجاي شعبيته عمالة تزيد كان هيتجنن بسببه، وعلشان كده قرر المرة دي يلعبها بطريقة مختلفة. طبع عدد كبير جدا من الصور واعلن ان سانجاي راجل شمال وتاجر اعضاء. وبيني وبينك يا صديقي، ورغم ان الناس كانوا متعلقين بيه جدا، لكن بعد ما الخبر انتشر كل الناس اعتقدوا ان سانجاي كان بيقرب منهم عشان لما يموتوا ياخد اعضائهم. لكن سانجاي بيفاجئهم انه موجود في الحي ده بالذات لانه غالي على قلبه، وكمان لان اعضاء اكتر انسانه حبها في حياته موجوده في اجسام ناس عايشه جواه. وبنعرف وقتها يا صديقي ان اعضاء راني موجوده جوه جسم نيشا وقمر وغيرهم. وطبعا بعد ما الناس بيعرفوا المعلومه دي بيتكسفوا من نفسهم جدا وبيفضلوا يعتذروا لسانجاي. لكن وبالرغم من انه اعتقد ان دي كانت اخر لعبه من لعب برادان، بس فجاه صديقي سانجاي بيتفاجئ ان المساعد بتاعه بيتصل بيه وبيقول له برادان بعت لي جرمق من رجالته. انا صحيح صادد معاهم لحد دلوقتي، بس مش هقدر اعمل كده لفتره طويله. ساعتها سانجاي بيقول له ما تشغلش بالك، انا مسافه السكه وهكون عندك. بيوصل للمكان فعلا يا صديقي، وبيروق على رجاله برادان وبيفتقهم حرفيا، وبنشوفه هو شغال فيهم ضرب بالسكاكين لحد ما خلص عليهم كلهم. ومش بيكتفي بكده، لكنه بيروح لبيت برادان، وهناك بعد ما بيضربه بيقول له فضلت تحاول طول الفتره اللي فاتت انك توقعني، ومع ذلك انا اللي انتصرت، والناس الغلابه دول حقهم رجع لهم وهيعيشوا حياه كويسه، وانت هتموت وتتنسي. ولما حد يفتكرك وده اللي حصل يعني محدش هيفتكرك غير بسيره زفت شبهك. بعدها بيتفاجئ لما بيعرف ان قمر حالته اتدهورت، وعلشان كده بيروح المستشفى بسرعه يطمن عليه. ورغم ان الحاله كانت صعبه، لكن الدكتور بيقدر يتدخل وقمر حالته بتتحسن. وفي اخر مشهد من الفيلم يا صديقي بنشوف براكاش وهو جاي لسانجاي، والمره دي كان موضوع مختلف، لان براكاش بدا يعتذر لسانجاي وقال له بسبب واحد فاسد زي برادان انا ياما ضايقتك، صدقني انا بعتذر لك من كل قلبي، بس مضطر انفذ القانون واقبض عليك. ساعتها سانجاي قرر يستسلم للموضوع وادى ايده لبراكاش، اللي بمجرد ما حط الكلبش في ايده وخرج من المكان اتفاجئ بكل سكان المدينه حرفيا واقفين قدامه. وساعتها براكاش عرف الرساله اللي الناس دي عايزه توصلها، وفهم ان سانجاي فعلا محبوب، وعلشان كده براكاش وبمنتهى الهدوء فك الكلبش وسابه ومشي. هنا بيخلص الفيلم. ما تنساش بقى لو الفيلم عجبك يا صديقي حط لايك، سيب كومنت جميل، واشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد. سلام.